السلام عليكم، هنعمل مع بعض النهارده القلقاس بطريقة جديدة ومختلفة. الطريقة دي أنا باعملها بيها على طول، والحقيقة هي طريقة ممتازة وناجحة وسهلة جدًا، وبتدينا اللون الأخضر الممتاز ده بتاع القلقاس. الحلو في الطريقة دي كمان إن الدهون فيها قليلة جدًا، فبيخلّي القلقاس بتاعنا مش دسم وخفيف. هتعجبكم أوي الطريقة دي، وهاقول لكم كمان إزاي تخزّنوا السلق والقلقاس في الفريزر يبقى جاهز على الاستخدام على طول. جربوا الطريقة دي معايا وإن شاء الله هتنسوا أي طريقة تاني جربتوها في عمايل القلقاس. يلا بينا نبدأ وصفتنا. أول حاجة هنحتاجها هي القلقاس طبعًا، ونحاول ننقي القلقاس يكون لونه وردي كده من فوق، بيكون طازة وجميل جدًا. وكمان يكون صغير. شايفين لمّا شِلت الجزء اللي فوق لونها وردي وجميل إزاي؟ هو ده القلقاس الطازة الحلو الممتاز، مش اللي هو لونه أبيض، لأ اللي هو بيكون لونه وردي كده من فوق، وبيكون صغير كده. نحاول ننقي الحجم الصغير عشان يكون سهل علينا في التقطيع. هنبدأ بقى نشيل الجزء اللي فوق وبعدين هنبدأ نقشره. طبعا السكينة تكون حامية معايا عشان يكون سهل عليا في التقشير، ونخلي بالنا واحنا بنقطع عشان ما نعورش ايدينا. بعد كده هنجيب فوطة، الفوطة تكون نضيفة كويس جدا، وهنشف بيها القلقاس كده وندعك بيها القلقاس كويس جدا. و او ممكن مناديل مطبخ برضو، يعني يا اما فوطة نضيفة يا اما مناديل مطبخ، وتنشفي بيها القلقاس كويس جدًا وبعدين هنقطّعه. القلقاس ما بيتغسلش أبدًا، أبدًا ما ينفعش أبدًا تغسليه، هيبوظ مننا وهيضيع فايدته. انسي خالص طريقة الغسل أو حتى طريقة النقع. يعني أنا أعرف إن في ناس كمان بتنقعه ليلة كاملة في مَيّة بملح لحد ما ينزّل المادة الهلامية بتاعته دي، وده طبعًا غلط جدًا وبيضيّع فايدته. القلقاس يا جماعة ما بيتغسلش أبدًا، أنتِ بس بتمسحيه بفوطة كده نضيفة أو مناديل مطبخ نضيفة، بتمسحيه كويس أوي وبس كده. وبنبدأ نقطّعه كده زي ما أنتم شايفين طريقة التقطيع، باقطّعه كده أهوًا زي ما أنتم شايفين، وبعدين أقطّعه صوابع، وبعدين هابدأ أقطّعه مكعبات صغيرة. يبقى بأكد إن القلقاس ما بيتغسلش، القلقاس بيتمسح بفوطة نضيفة أو مناديل مطبخ نضيفة. ممكن نبل الفوطة بسيط جدا، يعني بلة لا تكاد تذكر كده، عشان لو في أي طينة أو حاجة. لكن هي بيكون بس انتي بس بتمسحيه كده بالفوطة، بيكون كده أدى المهمة اللي احنا عايزينها يعني. لكن ما تغسلهوش أبدا، بأكد جدا على المعلومة دي، ولا حتى طبعا تنقعيه ليلة كاملة. هوريكم واحدة كمان اهو. بنبدأ نشيل الجزء اللي فوق ده، السكينة تكون حامية معايا عشان تسهل علينا الاستخدام، وبعدين بنبدأ نقشره. اللون الوردي ده يا جماعة بيطلع قلقاس خطير. القلقاس اللون الوردي ده خطير، يعني بيبقى طعمه جميل جدا وطازة وحلو قوي. حاولي وانتي بتنقي تنقي القلقاسة كده اللي هي لونها وردي كده من فوق، ويكون الحجم ده كده ممتاز، ما يبقاش الحجم الكبير قوي ده. هنكمل بقى تقشير. واحنا شغالين كده هقولك الكميات اللي احنا هنستخدمها النهاردة. مع كل كيلو قلقاس هنستخدم لفة من السلق ولفة من الكزبرة، عشان لما تيجي تخزنيهم في الفريزر تبقى عارفة الكميات اللي انت هتستخدميها. يبقى كده لكل كيلو قلقاس هنعمل له او هنخرط له او هنفرم له لفة من السلق ولفة من الكزبرة مع بعض. بعد ما قشرناه هنبدأ ان احنا ننشفه بالفوطة كويس قوي ونشيل منه اي شوائب. شايفين طبعا القلقاسة نضيفة ازاي وما فيهاش اي طينة او اي حاجة، وفي نفس الوقت ما فقدتش المادة الهلامية بتاعتها والفايدة بتاعتها. هنبدأ بقى نقطعها مكعبات، بنحاول نخلي مكعبات صغيرة عشان تبقى سهلة في الاكل، ما تبقاش كبيرة قوي. كده انا خلصت كل الكمية اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. القلقاس نضيف جدا مفهوش اي طينة او اي شوائب. وكده بقى جاهز معايا.
ممكن اخزنه، ممكن استخدمه على طول. هنا انا هو حطيته في اكياس عشان بحطه في الفريزر، بخزنه في الفريزر. الحقيقة ان انا بخزنه كده على طول من غير ما احط عليه اي اضافات خالص، وبطلعه احطه في الشوربة على طول من الفريزر على الشوربة على طول، وبيكون حقيقي بيبقى خطير مفهوش اي يعني ما بيغيرش لونه ولا بيبوظ ولا اي حاجة خالص. في ناس بتعصر عليه نص ليمونة، ولكن انا ما بحبش الحقيقة احط عليه اي حاجة. انا باخد الكمية بتاعتي كده احطها في كيس واقفل عليها واحطها في الفريزر من غير اي حاجة خالص، وبطلعه من الفريزر على الشوربة السخنة على طول. يعني الشوربة تكون مغلية وانزل فيها على طول القلقاس من الفريزر، بيكون خطير وما بيغيرش طعمه ولا اي حاجة خالص. انا هنا اهو قسمته خلاص في اكياس، وهبدأ بقى اقفل الاكياس دي واحطها في الفريزر. ممكن تحطيها كده الاكياس كل كيس لوحده، وممكن تحطي معاه السلق بتاعه، يعني كل كيس تحطي كمية السلق بتاعتها معاها في نفس الكيس عشان لما تطلعيه يبقى كله جاهز كده على الاستخدام على طول. انا هنا قفلت الكيس اهو، بحطه في الفريزر على طول. ممكن انتي تحطي مع كل كمية قلقاس كمية السلق بتاعتها اللي هتستخدميه معاها، عشان لما تطلعيه يبقى جاهز بالسلق بتاعه. هنبدأ بقى نجهز هنا السلق. عندي السلق اهو غسلته كويس. هبدأ بقى اقطع الجزء الاخضر ده، يعني هقطع الورق بس مش هقطع الجذع بتاعه دون. هنقطع كل الكمية اللي معانا، الورق بس زي ما قلتلك، وبنرمي الجذع اللي هو بتاعه ده او العصاية بتاعته دي بنرميها. هنستخدم بس الورق بتاع السلق. عندنا كمان حزمتين كزبرة، على كل حزمة سلق هناخد حزمة كزبرة بس مش هنحط اي حاجة تانية. يعني على كل حزمة سلق حزمة كزبرة. هنقطع كده العصيان اللي تحت دي، وبعدين هنحتفظ بالجزء اللي فوق وهنبدأ نقطعه كده زي ما احنا بنقطعه بالسكينة. هنقطعه صغير خالص، طبعا شايلين منه العصيان بتاعته اللي تحت دي، هنسيب بس الجزء اللي فوق، وهنبدأ نقطعه كده قطع صغيرة. خلاص كده الكزبرة بقت جاهزة معايا. هنقطع كمان السلق قطع صغيرة، قطع عشوائية كده. كده خلاص خلصنا كل الكمية بتاعتي. هنبدأ بقى نحط كل ده في الكبة، الكزبرة والسلق اللي قطعناهم دول هنبدأ نحطهم في الكبة مش الخلاط، ومن غير اي مية، من غير ما نضيف اي مية هنحطهم في الكبة يتفرموا كده فرم ناعم، او ممكن تضربيهم او ممكن تخرطيهم بالمخرطة. يعني لو عندك مخرطة كده حامية تقدري تخرطي ده كله بقى بالمخرطة وتعمليهم زي الملوخية كده. او لو مش عندك مخرطة هتحطيهم في الكبة هتعملهم لك بالمنظر اللي انت شايفاه ده، كأنهم مخروطين بالمخرطة ولكن من غير اضافة اي مية. يبقى احنا كده يا اما هنضربهم في الكبة هنفرمهم فرم ناعم في الكبة، يا اما هنخرطهم بالمخرطة زي الملوخية، وهناخد النتيجة دي في الاخر كأننا عاملين ملوخية بالظبط. هنبدأ بقى نحطهم في اكياس وهنحطهم في الفريزر، وهنطلعهم برضو من الفريزر نسقطهم في الشوربة على طول. في طريقة حلوة قوي للحفظ، ان انت تحطي مع كل كيس والقاس كيس السلق بتاعه، عشان لما تطلعيهم يبقى عارفين الكميات، يعني عارفين ان القلقاس ده هياخد كمية السلق دي. هنبدأ بقى نجهز الشوربة بتاعتنا. الشوربة بتاعتنا تكون شوربة غنية كده وطعمها قوي، شوربة بقى فراخ، شوربة لحمة، اللي انت حباه. وممكن تضيفي لها كمان مكعب من المرقة عشان يبقى طعمها قوي كده ومميز. بعدين هنطلع كيس القلقاس اللي احنا حفظناه في الفريزر وهنسقطه في الشوربة على طول. زي ما انت شفتي كده انا خرجته من الفريزر على الشوربة السخنة على طول، وهنبدأ نقلب لحد ما يفكوا كده، وهنسيبهم يغلوا كده مجرد غلوة واحدة. اول ما يغلي مجرد غلوة واحدة كده هننزل على طول بالسلق، برضو جايباه على طول من الفريزر على الشوربة، يعني مش بسيبهم يفكوا،
على طول. خرجت السلق من الفريزر على الشوربة، وببدأ ان انا اقلب السلق كده في الشوربة لحد ما يبدأ يفك معايا. انا كده عاملاه من غير ولا اشوحه في شوية سمنة، ولا اصفيه، ولا اضربه في الخلاط، ولا اي حاجة خالص. احنا عاملينه كأننا عاملين ملوخية بالظبط. فرمناه فرم ناعم في الكبة او خرطناه بالمخرطة زي الملوخية، وهتحطيه على طول في الفريزر وتخرجيه من الفريزر على الشوربة على طول. يا دوبك القلقاس ياخد غلوة كده، وهنزل على طول بالسلق لحد ما يفك كده معايا، وهسيبهم بقى يغلوا مع بعض لحد ما يستووا. اول ما القلقاس يستوي معايا بعمله الطشه بتاعته. هي عبارة عن معلقة من السمنة البلدي، عليها 4 فصوص من الثوم المفرومين، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وهبدأ ان انا اقلب فيهم كده لحد ما الثوم والكزبرة يتحمصوا معايا. هقلب فيهم كويس كده على نار هادية لحد ما يتحمصوا معايا وياخدوا اللون الذهبي. اهو بدأوا يتحمصوا اهو معايا. وبعدين هنزل بيهم على القلقاس بتاعي، وهسيبهم يغلوا غلوتين وبس كده يعتبر القلقاس جاهز معايا. اهو هنا كان خلاص القلقاس استوى، والسلق كمان. بص لونه جميل ازاي، اخضر زي ما هو، ولا اسود ولا اي حاجة خالص. هنزل عليه بالطشة وهسيبهم بقى يغلوا غلوتين كده. وطبعا بقى مظبطة الملح والفلفل، هحط عليهم ملح وفلفل بس كده. وطبعا الشوربة هي متظبطة جاهزة يعني. كده القلقاس بتاعي بقى جاهز معايا، وزي ما انتوا شايفين محتفظ بالخضار بتاعه، لا اسود مني ولا اي حاجة خالص، ومن غير دهون، وصحي جدا. وطعمه كمان جميل جدا جدا، هيعجبكم قوي. هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا.